السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم سريعا كده عن اللاترال ايرث بريشر، والجزء الأخص فيها هو الجزء اللي يخص شبه المنحرف ده بالظبط. يعني احنا جايين أساسا هدف الفيديو هو شبه المنحرف ده. تمام. طيب، انت خلاص المفروض ان انت عندك دلوقتي جبت الضغوط الجانبية. تمام. نتذكر سريعا. طيب، أول حاجة أنا لو عندي مثلا هنا سيدي حيطة اهي. ماشي. وعندك هنا دي مثلا طبقات. تمام. يعني دي مثلا دي أول طبقة، ديت كانت مثلا وليكن مثلا منسوب مياه جوفية جراوند ووتر تيبل. ودي مثلا طبقة كمان. فأنت كنت بتعمل إيه؟ كان قال لك يا سيدي هتاخد لي نقطة في بداية الحائط ونقطة في نهاية الحائط. ولو كان في هنا مثلا طبقة عادية يعني كنت بيقول لك تاخد نقطة في أول، يعني هنا مثلا، ونقطة هنا عند تغير الطبقات. ولو عندك جراوند ووتر تيبل كنت هتاخد إيه؟ نقطة عندها. تمام. وهتحسب الإيرث بريشر. ماشي. طبعا كان عندك اكتف وباسيف. الاكتف اللي هو اللي بيأثر، اللي هي السويل عايزه تزق الحيطه، في هنا سويل عايزه تزق الحيطه. طيب. طيب لو هنا لو مثلا، طب طبعا الحاله دي ما فيهاش باسيف. طيب لو عندك، لو عايز مثلا تعمل باسيف، لو كان في مثلا باسيف، كان انت مثلا عندك يبقى هنا مثلا منسوب هنا، منسوب التأسيس مثلا وليكن هنا. هنا دي طبعا ده يبقى فاضي، يبقى هنا في ردم هنا، ردم في الحته دي. طبعا يبقى كأن دي الحيطه دي عايزه ايه؟ عايزه تدور. يبقى معنى كده ان الحيطه اثرت على مين؟ اثرت على السويل. يبقى الاكتف هو ان السويل بتاثر على الحيطه، ولكن الباسيف هو الحيطه هي اللي بتاثر على السويل. تمام. طيب، خلاص احنا جبنا، خلاص احنا اتفقنا ان مفيش في الحاله بتاعتنا ايه؟ باسيف، كلها اكتف. خلاص. جبنا هنا عند الاي، طبعا الاي 1 طبعا قلنا دي هتبقى اساسا بزيرو. ماشي. وعند الاي 2 في المثال بتاعنا هنا كانت طالعه ب 1.20 او 1.2 يعني. وعند الاي 3 طلعت بكام؟ طلعت ب 2. خلي بالك برضه، اوعى تنسى، اوعى تنسى ان في اي ووتر. مش ده، في مش دي ميه. فاكر انت مثلث كان بيطلع لك مثلث ميه؟ صح، جاما في الاتش. تمام. هنا طلعت لي بكام؟ طلعت لي ب 3 طن على المتر المربع. ماشي. وهتيجي بقى ترسم هنا بقى، هتيجي ترسم اهوت stresses distribution. ده بتاع السويل. تمام. وده بتاع مين؟ وده بتاع الميه. طبعا بتاع الميه منتظم كده مفيهوش كسرات. بتاع السويل هو اللي فيه الايه؟ الكسرات. طب عايز تدمج ده مع ده، ديت طبعا ما قدامهاش حاجه، تبقى تنزل 1.2 زي ما هي. عندك هنا 2 وعندك 3 اللي هي بتاعه الميه، هتطلع لك بكام؟ بخمسة. طبعا تركيز المثلث ده مفيش فيه منه اي مشكله. هتحسب الاف واحد بتاعتها، نص طول القاعدة في الارتفاع. هنا اهوت النص في طول القاعدة. ماشي. في اللي هي مثلا 2 في الارتفاع اللي هو 1.2. تمام. يطلع لك بواحد بوينت كام؟ 20. ماشي. وذراع العزم طبعا انت عارف ان ده بيأثر في التلت. ماشي. يعني تلت الاتنين هتاخدها هنا زائد التلاتة، هتطلع لك 3.67. هتجيب المومنت تضرب الفورس اللي انت جبتها في الأول في مين؟ في المسافة ديت من ذراع العزم. تمام. في ذراع العزم بتاعها اللي هي تلت الاتنين زائد التلاتة. مفيش فيها أي مشكلة. القصة بقى كلها في الشبه المنحرف دي. الشبه المنحرف أنا كنت باجي وبقسم ده. تعالى هنا كده، عندك مثلا شبه المنحرف أهو، كنت بتقسمه مستطيل ومثلث. المستطيل هيأثر في السي جي بتاعه اللي هو في النص. فاكر انت كنت بتعمل مثلا كده وبتعمل كده، تقاطع الطولين دولت هو ده السي جي. وكنت في المثلث كنت بتركز فين؟ في التلت والتلتين. التلت ديت ده ستراكشر 1 ده يا جماعة، يعني من البديهيات. والتلتين
طيب كنت بتحل المساله عادي خالص. طب انا بقى لو عايز اخد الشبه المنحرف ده بقى كده على بعضيه، اتعامل على انه شكل هندسي لوحده، يعني خاص بذاته، مستقل بذاته. طيب هتعمل ايه بقى؟ تعالى. اول حاجه لازم نعرف السي جي بتاع شبه المنحرف ده فين. هو في يعني مثلا زي ما اتفقنا المستطيل في النص، نص المسافه. المثلث في التلت. طيب شبه المنحرف يا اخينا ده بقى فين؟ بص يا سيدي، عندك شبه المنحرف اهو. تمام. قال لك السي جي بتاعه تلت الاتش، افتح قوس 2 في الاي في القاعده الصغيره، زائد البي اللي هي القاعده الكبيره ديت على اي زائد بي. ده السي جي بتاعه. تعرف بقى مكانه فين بالظبط. تمام. طيب يا سيدي تعالى بقى نطبق في المثال بتاعنا. عايز احسب دلوقتي السي جي بتاع شبه المنحرف اللي عندنا ده. قال لك التلت زي ما اتفقنا فيه 3 اللي هو الارتفاع، افتح قوس 2 في 1 اللي هي 1.2 زائد الخمسة. ما انت عندك الصغير بينضرب، هو اللي بينضرب في 2. ماشي. دي كده كأنها اللي هي القاعدة الصغيرة اللي هي 1.2. ماشي. وعندك هنا القاعدة الكبيرة 5. تمام. طلعت لك 1.19، يعني هنا 1.19 من النقطة A. تاخد بالك ما هنا اهي دي النقطة A اهيت، هتطلع هنا تبقى كام؟ 1.19. كده انت جبت الايه؟ مركز او السي جي بتاع مين؟ بتاع شبه المنحرف. الاريا بتاعته طبعا هي النص قاعدة كبيرة زائد القاعدة الصغيرة في الاتش. تمام. طيب عايز تجيب دلوقتي القوة. القوة القوة كانت بتساوي ايه؟ تعالى يا سيدي، قال لك في شبه المنحرف انت بتاخد المتوسط بتاع الاثنين دول، متوسط كثافة الحمل الصغيرة والايه وكثافة الحمل الكبيرة. يبقى هنا 1.2 زائد 5 على الاثنين. تمام. في 3 في الارتفاع اهي، هي دي. ماشي. هتساوي 9.3 طن على المتر الطول، لان انت طبعا واخد شريحة في ايه؟ واخد شريحة في الحيطة، شريحة متر في الحيطة. طيب المومنت، قال لك يا سيدي المومنت هيساوي الفورس في ذراع العازم. طب ذراع العازم انا جايب 1.19 اللي هو اساسا اللي انا بدور عليه. ماشي. والفورس اللي هي 9.3 طلعت لك بكام؟ 11.06 طن متر على المتر الطولي. ماشي. زي ما اتفقنا ان الاف واحد انا كنت جايبها والام واحد برضو كنت جايبها، فهتعمل سيجما فورسز. تمام. جمعتهم على بعض وسيجما مومنت جمعتهم على بعض. عايز تجيب الريزلتنت اللي هي الار، فاكر الار اللي هي مكان محصله. قال لك يا سيدي هتقسم السيجما مومنت، تمام، على السيجما اف. ما هي المومنت طن متر والفورس طن. طن هيروح مع الطن هيفضل لك في الاخر ايه؟ متر. يبقى هي مكان المحصله 1.47 من عند نقطه ايه. يعني كده. يعني مثلا ممكن تقول مكان المحصله في الجزء ده. يبقى القوة دي كلها هتأثر في الايه؟ في النقطة دي. تمام. أتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.